ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. طبعا شايفين البطيخه الايام دي في ترند كده طالع، نص البطيخه وجيلي والكلام ده. هنعملها مع بعض، وقبل ما تبداوا الفيديو اعملوا لايك. ثانيه بس، هنبدا الاول بعدين نبقى ناكل. عايزه تاكل منها طماطم. بص بقى، انا المفروض ان انا هفضيها من جوه، افضل اقور فيها كده. مش عارفه بقى هتقع ولا ايه. حطيت البتاع اللي تحت دي. لازم يا جماعه عشان نعمل حاجه زي كده نبقى ايه، نفرش حاجه تحتينا عشان الدنيا ما تبص مننا كده. ان شاء الله الاختراع ده ينجح. ان شاء الله ينجح. المفروض اصلا انت اللي كنت تعمله، ها؟ بس انت هربت. عايزني انا اعمله عشان لو في حاجه باظت فيه تقول لي انت اللي عملتي، صح؟ ايوه. انت بعترف. ادي الطماطم حته. هتبوظ الدنيا. لا دي حته صغيره. خدي طماطم. يا عيني. حلوه؟ ماما حلوه طماطمه؟ لا انت اول مره تدوقي بطيخ؟ خدي. ها؟ اول مره تدوقي بطيخ؟ ماما امسكيها بقى عشان احنا عايزين نخلص بقى الاختراع اللي ابوك جايبه لنا ده. خدي. يلا خدي. يلا استحمى كده كده. انا حاسه ان دي هتبقى اسهل يعني. ماشي، ايوه يعني فضيها خالص، خليها ايه على الجريده. يا ساتر يا رب. على فكره البطيخ لسه محلوش، بس البطيخه دي حلوه والله، طعمها جميل. ودي ودي انحت انحت. طماطم، كل طماطم، ما تاكليش ليه؟ يا رب ليه، يا رب ليه 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 ليه. انا عملت عصير. تاخد تشرب شربي طماطم شويه. لا طبعا. ليه؟ مش عادي؟ مش عارفه يعني، هرجعها تاني على البطيخ. لا استنى بس، انا بعملها عصير ده شويه. شاطر. ايه كنت بتقولي عايز بتاعه الايس كريم؟ ما اللي هي عندناش. هي الطبق احلى والله، وعامل شغل. عامل شغل فعلا. بس كده تمام. دي اول خطوه طبعا. دي اول خطوه خلاص. دي اول خطوه. الحمد لله. طب انت عارفه ايه تاني خطوه؟ هنعمل بقى ده، نضربه في الخلاط، هنعمله عصير. احنا مش هنقعد نرغي كتير، نعمله وهما معانا. يلا نشوف الاختراع بتاع التيك توك. يلا جبت الحاجه. لا 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 نو 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 نو. بصوا يا جماعه، جبنا مصفى، جبنا الجيلي. بصوا ده من الفرد. هنا في شويه ميه سخنين، تمام. نو، وهنفتح كيس الجيلي. استنى افتحه كويس يا عشان عايزه. خدي المصفى اللي عايز بيها. حطيت هنا كيسين جيلي، وقعدت اضرب فيهم بقى مع ميه سخنه لحد ما يدوبوا خالص، لان الجيلي مش هيدوب غير بميه سخنه. طماطم داخله في دور، نازله معويه مع حساسيه مع حاجات كده غريبه الايام دي، فادعوا لها ان شاء الله تقوم بالسلامه عشان لسه بتاخد العلاج بتاع الحساسيه. عندها حساسيه، معرفش بقى من الطماطم ولا من السجق، عشان اول مره اكلها سجق. وهنا بقى هنصفي البطيخ عشان قلت لك يا محمد نطلع منه البذر الاول. خلي بالك احنا كده بقى ايه، هنطول. ليه؟ ما هو ظبط اهو. الباقي نعمله سموزي عادي. نعمله عصير سموزي. الله، هي كده اصلا تتملي بسرعه، خدي بالك. بص بقى البذر والحاجات كلها طلعت ازاي. 100 100 والله. استاذ رئيس قسم. طب انا هحط ده في ايه؟ ماتي. مجبناش حاجه. بقدرتنا دي نتيجه ان احنا بنعمل حاجه، الطماطم قاعده جنبنا.
ويا جماعه يعني ايه، شجعوني، قولوا لي افكار فيديوهات، حاجات اعملها، مقالب في محمد مثلا. يا جماعه لو حد بيتفرج عليا عنده بيبي قد سن الطماطم يقول لي يعني ايه الاكل اللي ممكن بيعمل حساسيه واول ما اجربها، يعني يقول لي كده الخبره بتاعت الام بتاعتها، عشان دي اول بيبي ليا. مجرمه. لا 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 لا، بطيخه بتاعت ابوكي. فين العلبه بتاعتك اهي، خدي الطبقه. يلا بصوا بقى، الحاجات اللي بيبقى فيها ميه وبطيخ والحاجات دي كلها، فراوله مش عارفه ايه، لازم تفرشوا حاجه تحتيكوا. يعني في اكيد ستات بيوت شاطره بتعمل كده وفي... انت كنت رايح معايا؟ لا خليكي انا في البطيخه بتاعتك، خلي بالك منها. بصوا بقى عشان انا شكلي هطول عليكم والموضوع شكله ايه يعني بياخد مجهود، هخلصها وارجع لكم. ورجعت لكم خلصت الحمد لله البطيخ اهو، صفيته كله بقى زي الفل. بقى الجيلي اللي كنا ضاربينهم في اول الفيديو مع بعض نسيبهم لحد ما يبردوا، لحد ما نصفي ده، وبعدين ننزل عليهم بقى كده بالجيلي، ولا بعدين نقلبه جوه بقى البطيخه كويس علشان ايه يدوب مع ميه البطيخ. يا بنت اللذينه دي في بذره جوه. طمطم ابوس ايدك، مش بعد التعب ده كله ايه باظت الدنيا. هنشربها بقى في التلاجة ساعة ساعتين 3 يوم يومين، وطلعناها الحمد لله. بصوا يا جماعة، محمد كان بيصورني طلع ما بيصورنيش. رهيبة، اعملوها بالكيسين. ليه بقى؟ الترميلة بتاعت البطيخة مع الجيلي فظيعة. انا هفضل اكل واخلصها، ومحمد كده بيصورني يتفرج عليا ونفسه يدوق. خد دوق كده، دوق والله. طب دوق انتوا كمان. هات كده رياكشن طماطم، دوقي. حلوة؟ دوق طيب، خد دوق. ايه؟ جامد بجد؟ والله، طعمها جامد ايه؟ أوي. ميكس جامد والله. جربوها يا جماعه، خطيره. الترند ده الصراحه 10 من 10 يستاهل. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك واشتراك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بتاع من كتر جمالها. انا اصلا ماليش في الحلويات بس جامده تستاهل. انا بقى ايه، استغل اللحظه دي. خلاص انا لوحدي.